السلام عليكم على فانزاتي اللي اغلى من خلاجاتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله طيبين. وديما مغرب، وانتوا فاهمين ليه ديما مغرب، وتسلم المغرب واللي منها صحبا. والف سلامة على كل واحد عيان في الجو، تقلبات الجو الجميلة. اه بس عشان بالنا بردان. بس انا قصدي على حاجه تانية، انتوا فاهمين. ديما مغرب، تسلم رجاله المغرب. نبدا حلقتنا. احنا النهارده هنتكلم عن ايه؟ يعني عن الاول حلقه، اول جولتين في الدوري. اه فاول جوله، ايه الفريق اللي شدك؟ يعني هو الدوري انا حاسه بادئ حلو، تلاتات واتنينات والدنيا حلوه يعني، والاهلي خمسات. هو احسن فريق بيبدأ بداية كويسة بقاله يعني بسنتين ثلاثة، بيبدأ البداية دي وبعد كده بيبدأ يعني. بس ان شاء الله المرة دي يكمل عشان احنا برضه اه اسكندرانية فلازم نتعاطف معاه. اه الاتحاد السكندري سيد البلد طبعا. ما شاء الله بادئ برضه من ضمن الفرق المحافظة بالنقاط الكاملة. ايوه عامل ماتشين شباك نظيفة وهدفين، هدف في كل ده ماتش. حقيقي. يعني بصراحة بداية بص، حلوة. اه بابا فاسيليو انا مش من الناس اللي بتحفزه بصراحه، انا بحس ان هو الراجل بيجي يسترزق ويمشي، بس هو بادئ بدايه ايوه، حلوه يعني، عامل ابويا انا انطلاقه اللي حلوه. هيفرح بيك. طيب ابويا اتحداوي صميم. لا ندي، فبابا هيفرح بيك. كمل. لو هندي له حقه بجد، لا الاتحاد انطلاقه كويسه وفريق بيلعب بكره هجوميه، وبرده معوضه غياب لعيب كبير زي الفكره كمان هو انه اسمه جايب ايه تشكيله كتير. المهاجم بتاع اتحاد السكندري. لا يا عم، ما بقولوا له ما بقولوا له عوضه، جابوا مهاجم برده تقيل. مش فاكر اسمه لا برده، بص بس اقول هو لك مهاجم حاجه، انا بالنسبه لي عمل الافارقه شغل اللي هم انطلاقه حلوه يعني. جابوهم مش بقوه فادي فريد. فادي فريد هو اللي عاجبني قوي في الاتحاد. بص الاتحاد حلو قوي، مم. بس برضه يعني رساله لجمهور الاتحاد، اصبروا على بالراحه على الفريق، الفريق. اصبروا على الفريق. كده كده هو لسه في شغل محتاجه. واحنا بنقول اي حاجه حلوه والمكسب بيساعد، بس ده لسه هيجي وقت والراجل ده هيرجع لنا الاتحاد تاني، ان احنا نحب نتفرج عليه ونقعد ايه، نتفرج اه عليه. الكرة بتاعت زوران دي اللي كان الراجل تمام. برده مدرب شغال حلو يعني. انا بقى اتفق معاك، بس انا لا، في فريق تاني هو اللي شدني قوي. مم. بتروجيت. بتروجيت بتروجيت وبيراميدز في الماتش ده، انت لو اتفرجت عليه مش هتصدق ان بتروجيت ده فريق طالع من درجه تانيه. انا شفت فريق الماتش التاني بقى هجوم بتاع قوي جدا. مودرن سبورت، كان اه كان احلى بكتير كمان، هو اللي مسك الماتش، هو الفرص اخطر. نروح له في الجوله الثانيه. مم. خلينا في الجوله الاولى عشان ما ننسحوش. يعني انا لو انت بتتكلم على احسن فريق الجوله الاولى الاتحاد السكندري، لا اتحاد والجوله السكندري من التانيه وجهه كمان، نظري. والجوله التانيه، لكن انا ماشي خلينا في هخش لك على الاولى السؤال برضه. التاني بقى، انا هتفق معاك فيها. اه مين احسن مدرب؟ احسن مدرب وجهه نظري في اول جوله هو كابتن اسمه سيد عيد، اه مدرب كابتن سيد عيد، بتروجيت. ده انا متفق مدرب معاك فيه. كبير جدا، مم. بامكانيات بسيطه جدا، ولاعيبه يعني مش مشهورين، مش لعيبه ميجا ستار، هو ده الحلو، ولاعيبه انا طالع بسيطه من جدا الدرجه كلاس سي. التانيه محافظ على فريقي، لا لا، مش جايب وبيلعب صفقات اللي بقلب هو اللي هي الكسر بتاعت ماتش. اللي هي خبرة الدوري الممتاز والكلام الفارغ ده، لا لا. صح ايوه انا طالع معايا بتاع 14 15 لاعب تقريبا من الدرجة صح. الثانية. طعمت عليهم بس وخلاص. وجبت لما جبت محترف بس من الجونة تقريبا، والبقية الفرقة تقريبا ممتازه من درجة تانية. ممتاز، فريق عظمه. وبعدين بيهاجم مم. قلبه شايله، يعني ماتش بتروجيت بيتلغى له اهداف، يعني فاهم انت متخيل؟ يعني بتروجيت وبيراميدز، بتروجيت اللي بيتلغى له اهداف ويطلع كسبان الماتش مرتاح مظلوم في ماتش بيراميدز فعلا يعني، جدا. هو له هدف يكسبه الماتش. طيب احسن لاعب من وجهة نظرك في اول جولة؟ ده العجيب الغريب المريب اللي احنا نفسنا مش مصدقينه، طاهر طاير محمد محمد طاهر. طاير. هو فعلا طاير بقاله بجد فترة. بص انا فاكر هنا البوست انتقدته. اللي لسه موريهولك؟ اول ما لغوا الفرنساوي طاهر بقى ما شاء الله يعني مستواه زي الفل. هو متعودنا يعني لما بيتخبط بيلعب حلو ايوه لما دلوقتي. برضه خبط في دماغه. هو والشناوي ساعات خبطوا في دماغهم ومشي حلو قوي. بجد طاهر لا عامل انطلاقه ما شاء الله، بص انا من الناس اللي انتقدته بدنيا وقلت وفنيا. عليه ان اللعيب ده بالمستوى ده ما يصلحش يلعب في النادي الاهلي. انا قلت ده قبل كده. اه انا افترى، لا افترى بعيد لا، عنك. وقتها فاكر لما قلت مستواه. لك بيتنمروا عليهم اللعيبه اللي بيتنمروا، قلت له لا هات لي دليل انه بيتنمروا، يا عم انا حرام عليك يا بتنمر. عم. انا متنمر بس انا اسف. بس لا، هو الفكره ان هو راجل اشتغل على نفسه، هو فعلا كان سيء. انا ما ظلمتوش. مم. ما ينفعش لعيب في الاهلي مش عارف يستلم ويستلم ويلعب كويس، لكن دلوقتي طاهر ما شاء الله اداء ممتاز، اداء رائع، صلح العيوب اللي كانت عنده، فعشان كده بقول لك شابوه. بس كمل، اوعى تحسب نفسك هو جبت عيبه اخر كده، الدنيا. لا هو عيبه كده، هو عيب طاهر انطلاقه حلوه وبعد كده اقع في المستوى خالص، لا وابدا بقى ايه ماتش هو ماتش. ممتاز، هو بقى له كام ماتش
اداء عظيم. اتمنى انه يشتغل على فكره انه يعرف انت اعاده صناعه زيزو، فكره انه يلعب على يستغل العرضيات كويس ويتمرن كويس على العرضيات، لان يحافظ على هو البدني كان فيها. هو البدني ممتاز جدا. جilberto كان بيكلمه اه بينصح في حته البدني، لانه بعد ما بيعمل انطلاقه حلوه جدا بيتصاب صح، بتفرق معاه. ده بسبب صح ده حقيقي. فده احسن لاعب كده واحسن برضه دي حاجه مدرب. تحسب لكولر، يعني ما يبقى مصمم على طاهر. احنا كنا عايزين طاهر يمشي في كام سنه اللي قبلها حقيقي ولا قبلها، فدي حاجه تحسب له حقيقي حق يتقال. بصراحه. افضل مدرب في اول جوله ما كده سيد عيد، انا ودي متفق معاك فيها. سيد عيد معايا فيها يعني. وافضل فريق انت قلت الاتحاد وانا بتروجيت. انا الاتحاد في الجولتين بصراحه. افضل لاعب اسكندرانيتي هتنقح عليا في لا ماشي، ما انا كنت بلعب في الاتحاد. انت ليه بتوديني في داهيه؟ انا كنت اصلا ناشئ الاتحاد واتصبت في الاتحاد. وبحب الاتحاد طبعا عشان ابويا. انت تدنيش ابويا لما يتفرج هيشلوحني. اقول لي هو قاعد بيمدح في الاتحاد وانت بتهاجمنا. قول كلمه حلوه بقى، عمال ارمي لك وانت مش هيدخلوني من باب النادي بسبب راجل عضو في النادي ومفيش برضه. يا عم الاتحاد سيد البلد. ما توديناش في ده. طب قول مين ايه تاني؟ انا متفق معاك في كل يعني في كل ده. نروح للجوله الثانيه. افضل فريق في الجوله الثانيه لا بجد، هو طبعا الماتش التاني اسهل للاتحاد مع حرس الحدود، لسه حرس بعيد قوي. لا بس برضه هو عمل نفس حركه بتروجيت ان هو محافظ على لعيبته، بس متاثر جامد يعني. لا الاتحاد لا الاتحاد كان مغير الحرس كتير. كان الحرس انطلاقه وحشه جدا، بس لان هو غير مدربه، دي حاجه غلط طبعا. وبرضه هو عمل الآفة اللي بتروجيت ما عملهاش على فكره. جاب لعيبه كتير من الدوري، عمرو جمال وكذا لعيبه انهزم. لا هو ما حافظش فعلا على اللعيبه كلها. وفي نفس الوقت برضه المدرب اتغير. المدرب اللي نجح انت رحت قايل له ايه؟ وسع وتعالى نجيب الخبره. لا هو عشان ما نظلمهمش، المدرب مشي وراح البلديه المحله من قبل ما الدوري يبدا. فهم دي مشكلته. بس كان ممكن يرجعوه، كان ممكن يجيبوا. انا شفته فعلا بيدرب البلديه، بس انا اعتقدت انه شويه وهيرجع يعني. فاهم يعني ايه؟ بس ماشي. بس لما تجيب محمد يوسف برضه مش ماسك فرقه مثلا وجاهز وبتاع، لا انت جبت مدرب قاعد فتره طيب فانت شايف افضل فريق برضه في الجوله الثانيه السؤال ده خلاص. الاتحاد السكندري. طيب انا برضه هفضل يعني مش عارف اقولها لك ازاي، بس انا مقتنع برضه ان بتروجيت ماشي. وبتروجيت في الجوله دي انا عاجبني لانه اداء هجومي وفرقه صعبه. فريق مش خايف، فريق مقطع البطاقه. عارف انت لو هتسالني عن تاني احسن لاعب بعد طاهر في الجولتين دول، ففي لاعب اسمه بدر موسى في بتروجيت رقم 19، ولسه مكتشف ان هو فلسطيني كمان. كان هو اهدى الهدف اصلا اللي في فلسطين فعلا. ده لعيب ما شاء الله، جده اسلوب جده بالظبط. لعيب بيشوط من بره، لعيب بيدخل على الجون. اللعيب الافريقي بتاعهم برضه لعيب رزل بلغه الكوره. شيكودي رزل وبيضغط كتير ومقرف، ونص الملعب بتاعه عظمه. عنده 2 نص ملعب الله اكبر عليه، ربنا يحميهم. لعيبه ممتازه. وحتى خد بالك الدفاع بتاعه بيطلع كوره كويس. هو صراحه يعني عشان برضه اختلف معاك، نقطه الضعف في الفرقه هي حارس المرمى الى حد ما، والدفاع يعني حارس المرمى صدقني هيجي. انا عارف عمر من الناس الموهوبه، بس هو كان تاه من الزمن، واعتقد ان هو هيرجع تاني نفسه تاني في بتروجيت. برضه لقطه حلوه قوي يعني انا لو برضه جزء من ميلي لبتروجيت، اللقطه بتاعت الكابتن سيد عيد مع الكابتن طلعت يوسف. ان انت اللقطات برضه الفضل المدرب اللي اشتغل معاك يعني. اللقطات دي لازم تتبروز. احنا اخواننا بنبروز الحاجات الوحشه بس، لكن لما حد بيعمل حاجه حلوه محدش بيبروزها. انت الكابتن سيد عيد راجل عامل شغل كويس في الدوري وبقيت مدرب كبير، فالمفروض بقى ايه يعني. للاسف معظمنا بنعمل ايه؟ تتنطط على اللي طلعك. لا بيقابل مودرن سبورت قدام طلعت يوسف من اساتذته بقى. راح باس على راسه ولما بيسالوه اللي هو ده الطبيعي، اللي هو بعد كل ماتش المدرب بيسلم على المدرب. ده احنا جوميز عملها حلو وتصرف حلو مع كولر بعد على راسه. مش بيبوس على راسه، هو راح باس على راسه. هنا مش سلام، احنا بنسلم قبل الماتش وبعد الماتش بنزعل. كله بيزعل. قليلين قوي اللي بيسلموا فعلا. جوميز برضه بقول لك تحسب له عملها بعد نهائي السوبر، سلم على كولر، كانت لقطه حلوه تمام. طبيعي تتعمل يعني. صح ده احنا عايزين نبروز ده ونشجع عليه. بس الفكره فكره ان هو كمان لما طلع بعد الماتش بيسالوه ليه عملت كده، قال لهم عشان ده كابتني وهو اللي علمني وخيره عليا. ولاد الاصل ما بقوش كتير في الزمن ده يا اخوانا والله. فانت ما بتصدق تتشعبط في واحد ابن اصول يعني. ده السائل وللاسف احنا بنشوفه بقى حاجه. وكمان خد بالك ناجح يعني. هو مش بيعمل كده وهو في وضع وحش عشان محتاج ياخد لقطه او محتاج حد يسنده. لا هو بيعمل كده وهو اصلا ناجح وكله بيشيد بيه. وكان ند كبير جدا في الماتش. بتروجيت مضيع هدفين قبل ما في اخر الدقيقه، واحده في القائم والثانيه شاطها ومرتين على الجون. مش تألق برضه في الماتش ده.
فلا انا بقول لك فريق مقطع البطاقه، مم. فريق اللعيبه نازله. ما هو ده جاي منين؟ ده من مدرب. هو ده بيتمرن من على مدرب. الاداء ده وحافظ فرقته من اه. من الدرجه طيب الثانيه. فافضل فريق برضو واحنا هنخرج من الاتحاد برضو هي السكندري هي وبتروجيت بقى نشوف بقيه وتروجيت. الفرق. افضل لاعب برضو تاني جوله. افضل لاعب لا هو طاهر، لا هو طاهر يعني هو لو وسام وطاهر من الاهلي عملوا شغل حلو، بس وسام اختفى في الجوله الثانيه. اه وانا هقول لك ليه بعد شويه. بصراحه في لاعب عاجبني جدا هو السبب، حلو. وبدري موسى من بتروجيت. امم دول احسن 2 لعيبه بالنسبه لي لفتوا نظري يعني. امم في لعيب برضو بس هو عشان نتيجه الماتش ما خدمتوش، اللي هو مين؟ صامويل امادي بتاع سموحه. اه وينج يمين عامل نفسه مسوي نفسه ممتاز. لياو ورافائيل لياو. عامل شغل حلو. واليادي برضو ابو بكر اليادي. بس هو ده سافر بصراحه، حط كرة في العارضه في السوكه. الكره خبطت مرتين. في السوكه يعني عارف، بس هي مش جايه يا عواد. امه لعيب ده كورته عياله. سهله حلوه عواد سالك، امه ده عياله. يعني في حاجات في الكوره مالهاش علاقه بالكوره، ان هي تخبط في العارضه وترجع تخبط فيك، الطبيعي بتخش جون. لا ده ما انا لفت نظر اللعيبه عشان الجديده، اللعيبه الجديده على الدوري يعني. مش عايز انا اتكلم على بص القدام قوي انا لان في شادد. ناس كتير لا خدت لا حقها. انا لا انا عايز اتكلم بقى على لعيب انت ما اديتوش حقه، ولا انا ولا اي حد بيديله حقه. مروان عطيه. لا لا لا. يعرف ده مروان عطية يا اخي لو بارك الله لكم يا اخي. من بعد الجواز الله اكبر عليه. رجع مروان تاني المعلم الاسطى. هو كان قبل منها ما تعرفش يعني، قبل الجواز ممكن مع هو ضغط الجواز ما كانش مظبوط. والسنه لا اللي لا هي لا الظروف كانت صعبه بقول لك جدا ايه، ليه. الماتش اللي فات الاهلي كسب عشان عنده مروان عطيه. ماتشين لا لا انا بيطلع بتكلم من بقى، تحت. انا بتكلم الماتش اللي فات بقى بافتراء. الماتش اللي فات هو غول في الملعب، الله اكبر. ما شاء الله. وبيزيد ويدفع، ربنا يحميك، بسم الله ما شاء الله، الله يعني اكبر عشان ما احسبهاش. لو هدي برضو كريدت في الحته دي لحسام حسن بصراحه، اداله ثقه في المنتخب. انا اديت للحكومه يا باشا عشان انا راجل ايه، بروح برضو ايه لاصحاب الفضل. عشان ما اروحش في داهيه. لا حته ان مروان بيطلع من اول الجون يبدا لحد نص الملعب هو العامل حته ديانج كده عملها في ماتش سيراميكا كانت عاليه جدا يعني. بص انا بقول لك هو فعلا العامل النفسي فارق معاه، فاهمني؟ فهو فعلا ده واضح ان هو نفسيا تحرر، ونفسيا خد الثقه في نفسه. وبعدين كولر خد بالك بيعمل بيه حاجه حلوه قوي، تاخد بالك هو بينزل ياخد اصلا ضربه المرمى. ايوه من هو اللي بينزل بيطلع من تحت. فاكر لما قلت لك لما انت كنت بتقول لي هو ممكن يعدل في طريقه اللعب بعد محمد عبد المنعم، قلت لك او ممكن يعملها بانه يخلي واحد ينزل ثالث. هو ده اللي بيحصل. بس هي مشكلتها بقى، مشكلتها ان لما بيكون قفشه موجود بتسلك وبتبقى سهله. لما قفشه مش موجود مفيش واحد تاني هو يسند عليه، لان امام عاشور للاسف مش موجود. ما جاش. هنروح للحته دي، احنا محضرين لها حته الدكه دي. بس احنا قلنا انا بالنسبه لي وجهه نظري مروان عطيه هو افضل لاعب. هو مروان لولا تالق وسام وطاهر كان هياخد حقه. حتى في السوبر هو كان برضه يعتبر. انا وجهه نظري هو افضل لاعب في الجوله استمراريه الثانيه عظيم، ويستاهلها. لا هو اللي هو اللي كسبك الماتش اصلا بالنسبه لي ده. افضل فريق احنا قلناه، وافضل لاعب صح. افضل مدرب مين؟ ما هو سيد عيد برضه معايا يعني. لا سيد عيد في الماتش الثاني احلى من الاول كمان. بص خلينا نسيب بتروجيت، احنا ادينا لهم حقهم جامد ما شاء الله يعني. مش عايزين نظلمهم فما نتكلمش عن حد غيرهم. الاهلي بقى انت ايه رايك في الجولتين اللي فاتوا؟ انا عندي مشكله في حاجه. الاهلي بيكسب مكاسب خادعه وكدابه. في الكوره حاجه اسمها مكسب كداب. ليه؟ انت بتكسب بالروح، بس انت كفرقه فاكك، كفرقه مش واقف على رجلك. وانت مش واقف على رجلك. ماتش سيراميكا اللي انت كسبته 5، اول شوط انت عامل ازاي؟ قول لي. انت بتنزل تضغط كويس جدا، بس بعد كده اول شوط لا اول شوط زباله يا راجل. ده ما فيش حد يلعب كوره بجنيه اول شوط. بس انت بتجيب جوان. هي دي المشكله، ان عندك فروقات فرديه عارفه تحل، فبتخدعك. فانت بتحسب ان انت ما عندكش مشكله. هي دي هو عشان اسمه كده فوز كداب او ديرتي جيم، ديرتي وين ولا ايه بيسموه كده. دكتور طه اسماعيل. دكتور طه دايما يقول لي ديرتي ايه وين. هو ده حقيقي. الاهلي بيكسب كده، بيكسب بفكره ايه؟ ان الجمهور بيشد على اللعيبه والمدرب بيشد على اللعيبه، فهم قادرين، هم عندهم الامكانيات مش ما عندهمش، بس في الملعب الفريق فايت. بس عارف وليد صلاح الدين كان بيتكلم لسه بيقول لك بتفرج على ماتش الاهلي، هو الراجل اللي كان هو في زد جميل بيقول لك الاهلي مش واقف على رجله تماما. الاهلي كان الفرقه بتقع. الله يسترك. انا والله ما سمعته بس انا معاك قوي فيه. الفرقه بتقع قدامك لدرجه ان شحات وامام رامي ربيعه الفرقه وقعت كلها. ايوه انا بقى عندي سبب قبل فني. انا وجهه نظري شايف ان هو ده اللي عمل كده. الفرقه فكه عشان ما فيش عدل. كولر هو مدرب
غير عادل. انا هنا احنا بص، احنا مسميين البرنامج روتيشن عشان خاطره، فاحنا بنحبه وصورته اهي. لكن انا بتكلم من وجهة نظري انا الشخصية، كولر هو مدرب غير عادل. انت لما كل الناس بتقول لك امام زي الزفت وما بيلعبش، بتلعبه وبتقول انا ماشي مثلا، يعني بلسان حالك يعني بيقول ان انت من المدربين اللي بيدوا ثقه للعيبه وبتقف وبتسند لعيبتك. على راسي يا ابويا. قفشه بيعمل اللي يعني قفشه بيعمل اللي ما بياخدش ليه، ما بيبداش ليه؟ اصل قبل كده كان ممكن يبقى مبرر حتى لو هو مش مبرر، لكن دلوقتي هو مش مبرر بالمره. مفيش منطق يقول لي ان قفشه ده يقعد دكه الامام عاشور اللي ما بيعملش حاجه. طيب هو جه ماتش موقف سيراميكا، ثالث ماتش سيراميكا بتاع السوبر اللي هو 90 يا باشا، دقيقة كارثية سيراميكا لإمام. اللي ظبط الدنيا أنا لا قلت في لك الدوري. قلت لك لو امام بقى لعب بعد ماتش سيراميكا 90 دقيقة السيئة اللي عملها في السوبر دي، قلت لي صح. لعب اساسي الماتش بتاع الزمالك، يبقى كولر مش عادل. وانا قلت لك قبلها، انا ساعتها قلت لك كولر هو مدرب غير عادل. قلت لك واللي احنا فيه سببه ان الفريق ما بقاش عادل. كولر لما كان عادل الفريق ده كان ماشي مسطره، لكن اللعيبه لما بقى فيه في ناس مفيهاش بتطبطب حد يضمن عليها، مركزه. وفي ناس بيتذبحوا. في ناس لما بتغلط تتذبح، في ناس لما بتغلط بيتداد عليها او بيتعدلها، في ناس لما ما بتلعبش بتتذبح، في ناس ما بتلعبش اصلا ما جاتش. امام عاشور لازم يراجع نفسه. امام عاشور اسوأ ما يكون لعيب بينزل يلعب على اللقطه. انا بقول ده بكل وضوح، هو بيلعب على شوطه، بيختار يلعب على شوطه يا راجل. انا استفزني الماتش اللي فات وهو رايح يعمل تاكلينج على كوره اصلا ضايعه وميته، وقبل منها هجمه على الاهلي ما راحش جرى عليه. يعني انت بتفتح لي سبرنت على كوره ملهاش لازمه طالعه، وبتفتحليش سبرنت على هجمه عليا راح عليها بجون. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. مش هنستفز. انا بص، انا ما بحبش اللعيب اللي بيشغل مخه على الفريق. او انا بقول لك هو بيختار الماتشات اللي يعمل فيها مجهود للاسف، عشان كده بيعمل تلاقي لا. العين وفي الماتش كان كويس نفسه قوي. وفي الماتش نفسه بيعمل لقطات. يعني هو يعمل لك لقطه ويريح عليها شويه، لقطه ويريح عليها شويه. ما ينفعش ده لعيب يبقى في الاهلي كده. لا، اللعيب لازم لما يتعامل كده يفهم ان ده مش عندنا. الاهلي ما عندوش كده حبيبي. اهلي انت لو ما عرقتش وتعبت ال 90 دقيقه انت لا تصلح للعب في الاهلي مهما كان امكانياتك، لان الاهلي طول عمره مش فروقات فرديه. الاهلي طول عمره منظومه. الاهلي يا باشا ما بيكسبش عشان عنده لعيب جامد، الاهلي بيكسب عشان عنده منظومه خليني جامده. ادي لك مثال تاني عشان ما نبقاش جايين عليه جامد يعني. ماشي قول. موسيماني كان بالنسبه له قفشه نفس الفكره، تمام بيلعبوا حلو ووحش كان بيلعبوا. كان تمام. قفشه عنده مشكله لو تفتكر زمان، تمام ماتش موسيماني كان بادئ بدايه حلوه جدا، 8 ماتشات فوز، حلو. وقدام غزل المحله كنا كسبانين 2-0، الماتش كان تعادلنا و3-2، كان قفشه مش عايز يدافع ومدش رجله وكان بيتهاجم بسبب الكلام ده. تمام. موسيماني كان بيلعبه برده بنفس الطريقه. هي اللي بيضر اللاعب انه مهما يغلط، مهما يبقى مستواه سيء، مهما يكون بيتدلع، المدرب حطه اساسي. ما ينفعش. فانا ببقى مقتنع ان انا هلعب والمدرب مش هيجي عليا، فبعمل بقى اللقطات دي واركز مع الجمهور يا بنا. هي دي المشكله. الماتش اللي فات امام عاشور اتفرج على الماتش، الكرة معاه في رجله وبيضيعها في رجله، مش قادر يحمي كورته. انت فاهم هو واصل لمرحله ايه من البدن الواقع؟ انه مش قادر يحمي كورته اللي في رجله، مش عارف ايه ده. لما بيدي للعيب كتفه هو اللي وقع، واللعيب اللي خد الكوره ده ليه؟ عشان انا مش واقف على رجلي، عشان انا ما اشتغلتش على نفسي بدني صح، عشان ما حدش قال لي ان انت غلط. بالظبط، هي دي المشكله. هو ده الفكره، اللي هو ايه، ان انت لما ما بتلاقيش حد يقول لك انت غلط، انت بتحسب نفسك ان ايه، ان اللي بيهاجمك ده بيكرهك. لا حبيبي ما بكرهكش، يعني انا بحبك. يعني هو حسام حسن استبعده، حتى لو حسام حسن صح. طيب بقول لك ايه، بغض النظر عن اي حاجه، الاستبعاد هو الاولاني صح. لا ككوره، بص مش انا بتكلم ككوره، الاستبعادين عنده حق. ما هو لعب عشان يتاخد المره دي. رد فعل امام كان وحش طبعا، اللي هو مش شبهنا. لما قال انا من الرد الفعل اللي اتعمل ده مش شبهنا، لازم يتعامل معاه وقفه، لازم تقول له ده ما عندنا، احنا ما عندناش. رد فعله بياكد لك ان هو مش حاسس ان هو مش في مستواه. لا يا باشا، هو مكتفي فكره اللقطه وفكره ان انا بروح اغني مع الجمهور والجمهور بيطبل لي. لا يا حبيبي، ده مش عندنا في الاهلي. وانا بقول لك بالرمضان لو جه الاهلي امام عاشور مش هيشمها. انا بقول لك عارف ليه؟ لان كولر كولر مش ما عندوش صاحب. لو عمر الساعي حبيبي كولر الله ينور عليك، لو اشتغل برده مش هيشمها. بس عارف ليه؟ هو مش هيصبر عليك كتير. فاكر كولر لما كان مدلل الكهرباء اول ما جاله وسام عمال في الكهرباء بالظبط. انا بقول لك هو مش هيصبر عليك كتير. انا شايف ان انا ما عنديش حد بيحل لي الموضوع غيره، فاول ما هيلاقي انه في حد تاني هيصبر. بص يا بنا، انا عايزك انت بقى تكلمني عن فكره ايه، احساس قفشه. انت لو مكان قفشه. لا قفشه صعبان عليا الماتش بتاع، انت بتدمر لعيب نفسيا بتاع زد، انت بتدمر لعيب نفسيا. انت رضا سليم قاعد محبط انه مش هيلعب. هو مش منطقي انه ما يلعبش، بس قفشه عارف رضا سليم ممكن تعدي. لو شفت قفشه على الدكه عمال يفرك اللي هو لا انا هنزل، اكيد هنزل بعد الماتش بتاع
سيراميكا انا نازل عامل شوط جامد والناس كلها شادت شوط بيه. ايه؟ انت ما كنتش موجود اساسا. انا وانت ساعتها كنا بنتكلم في الشات اثناء الماتش، مش كل شويه اقول لك ايه، بص الكوره عند قفشه بتتسهل ازاي، بص الباص بيطلع ازاي. ده في جون ما جاش غير عشان قفشه موجود في الملعب. الجون اللي من السنتره ده جه عشان قفشه في الملعب. انت ما بتعرفش تجيب من غير قفشه. ليه؟ لان انت عايز لعيب يسلك، يسهل الكوره ما يصعبهاش. فبقول لك قفشه في الماتش ده هو كان، لا كان يعني هو الاكتر واحد احبط في الماتش ده، لان هو كان قاعد يفرك لحد اخر دقيقه متوقع انه هينزل وخلاص موافق على كده بس عايز العب يعني فاهم. لكن في ناس تانية استسلمت وخلاص، رضا سليم والناس كانوا مستسلمين ان هو خلاص مش هيلعب. ما انا خطر، انا بخسر السكواد بتاعي. انا مش هلعب ب 11 لعيب، انا عندي عدد ماتشات مهول. انا لازم استغل كل لعيبتي، واللعيبه تبقى خايفه على مكانها. اللعيب اللي يريح التاني يدخل يرعبه ويفوقه، هفوق الاثنين. بس هو حاجه غريبه برضو، انت بتلعب من السبت للخميس فرق 5 ايام. انت لو تفتكر انا هنا انتقدت قفشه اساسا، يعني انا من الناس اللي كنت بينتقدوا قفشه. بقول لك بس انت فرق من السبت للخميس 5 ايام، انت مفيش اجهاد على فكره. هو ده اللي غريب في الموضوع يا باشا. انا مش عارف ليه الاصابات اساسا يعني. بص احنا بص بادئين بقى. موسم في مسافات ما بين الماتشات بس مفيش اجهاد. ماشي هقول لك في حاجه بدني مش مكتمل يا مثلا باشا. في لا لياقة لا لا مش حتى واصلة. لو في ما تدي فرص. ما هو ده ما انت ده لو اللي بتدافع ينقذ حلو. الموضوع، بس هو فكر في النتيجه اكيد فكر. لكن لا لا اللي بيحصل بص يا اخوانا، الفريق اللي ما بيبقاش فيه عدل ربنا ما بيكرمهوش. انت بس ماشي عشان في شويه حاجات كويسه شايلاك، لكن انت ماشي غلط. احترس او انتبه، السياره ترجع الى الخلف. نسينا يوسف ايمن واللي جرى له. الله ينور عليك. اللي اتعمل فيه برضه انا ده اللي عايز استشهد بيه ده اساسا. بقى لا انا كده ظلمته ده اكتر من القفشه اللي حصل له. يعني انا عملت ماتش وحش او شوط وحش بنا وانت حطيتني على غير عدلتي. انا لازلت عند موقفي. انت ده لعيب حطيته على غير عدلته، على عكس عدلته. اللعيب ده لما لعب على عدلته في ماتش الزمالك عمل ماتش عظيم. لا لاي سبب انت طلعت وحش الماتش ده، فانا لعبت عليك باك خالد عبد الفتاح وما عنديش ناس تانية خلاص، هو ورامي ربيعه خالد عبد الفتاح. الماتش الجاي دمرني. الماتش الجاي ماخدوش بقى، لو انا مش ناوي العبه وهلعب مكانه كوكا ماخدوش زي ما قلنا على حجازي زمان. والله طالما مش هتاخده ما تجيبوش، لكن اجيبه واقهره بان انا اقوم ما يتصاب لاعب ومفيش غيري عندي على الدكه غير يوسف ايمن ومن مركز تاني. يعني انت رقعت مركز وانا قاعد، ده معناه ان انا ايه؟ يقول لك انا عايز اللعيب اللي رجله في الملعب. طب انت هو رجله مش في الملعب ما تطلعه بره يا جماعه. لا ولعبته ليه وجايبه ليه اصلا على الدكه وانت هتنزل لعيب رجله مش في الملعب؟ خلاص انت مش جاهز، فانا هحافظ عليك دلوقتي، اول ما لياقتك تكتمل هجيبك. بعدين العيب ما كانش فيه، العيب كان فيك انت اللي وظفته غلط. هديك مثال حيوي، محمد عبد المنعم. هو محمد عبد المنعم لعيب قليل ما بيعرفش يلعب ولا لعيب جامد قوي؟ اول ما راح نيس والمدرب ما كانش فاهمه كويس وكان بيلعبه غلط، منعم حصل له ايه؟ كان زي الزفت. لما المدرب طلع وحماه من الجمهور ومن الناس، لو تفتكر محمد عبد المنعم حصل معانا زيه بالظبط، وطلعوا بين الشوطين برضه لو تفتكر. بس الفكره المدرب حماه. المدرب قال لهم لا لعيبكم ايه كبير ولعيب ممتاز وهو هيجي. بس هو ما لعبوش كتير بس عمل معاه الحركه اللي بنقول عليها. يعني انا ما خدتوش معايا القايمه، كان بياخد كان بيطلعه بره القايمه. ولما نزلته وحطيته على العدله بتاعته، هو اول حاجه عملها يا بنا عشان يرجعوا الثقه في نفسه. انت عدلتك على الشمال، ارجع يلعب على الشمال. بنقلك على اليمين امتى؟ لما خد ثقه، لما اداله ماتشين انه جامد فيهم، راح قال له ايه؟ لا انت خلاص انت حر يلعب يمين وشمال. دلوقتي ان خالد عبد الفتاح دلوقتي مثلا لعب ماتشين كويسين بالامانه يعني. لا انا ما بتكلمش على خالد، انا بقول لك لا، انا بقول لك خالد راجل محترم وفعلا عمل شغل كويس. لو ياسر ابراهيم ورامي ربيعه مثلا رجعوا من الاصابات وخالد عبد الفتاح شغال كويس، انت مش هتشوف يوسف ايمن في القايمه. ارجع للي انا قلته لك هنا، قلت لك خطر الاهلي 2 المساكين بتوعه يبقوا فوق ال 30 سنه، ده كارثه. ما هو كارثه. طب ما انا بقول لك ما هيرجع اشرف داري سنه صغير وخالد عبد الفتاح مثلا شغال معايا كويس سنه صغير، انت كده يوسف ايمن ما خدش فرصه اساسا. خالد عبد الفتاح ما ينفعش انه يبقى يعني ايه مساك رئيسي، هو ينفع راجل بيسند. ومن ممكن بقى دي هتاخدنا لحته ثانيه. انا في حاجه حسيتها في الماتش بتاع الاهلي وزد ان كولر بيختبر محمد اسماعيل ومصطفى العيش، عشان هو دايما بفكر اختار ما بين مين فيهم. اول الماتش ايه اللي خلاك يوحلك بكده؟ اول الماتش وسام ابو علي بيلعب على محمد اسماعيل، غلطه كام غلطه والواد اتهز كتير بصراحه وبدا يشتت الكوره بدون سبب. المفروض ان المهاجم بتاعي واكل عيش على المدافع ده اسيبه بدون سبب، لقينا وسام علي نايل على مصطفى العيش. ومصطفى ما شاء الله عليه مصطفى عمل الكوره مساك رزل، الله اكبر عليه. ربنا لدرجه ان وسام دخل في دخله ربنا يحميه ربنا يحميه، مساك رزل صايع كوره. الشوط الثاني انت عندك امكانيه برضو تلعب وسام ابو علي على المدافع المهزوز، لعبته على مصطفى العيش. عارف كان انا حسيت ان انا خلاص انا ملت لمصطفى العيش دلوقتي، هكمل بقى معاه لاخر الماتش، عايز اشوف هيعمل معايا. فانا حاسس بصراحه ان دي وجهه نظره. وده بقى الاحتمال اللي بيقول لك ان هو ممكن يبقى خلاص انا يوسف ايمن كده رميت توبته كمدرب وبفكر في مدافع عشان مش عايز خالد عبد الفتاح، فهجيب بقى مصطفى العيش. يوسف ايمن لو خد فرصه والثانيه انا بقول لك ده مساك كبير، لعيب جامد قوي،
وهو اتظلم من المدرب واتظلم. هو في لعيب في العالم بيتقيم من ماتش يا اخوانا؟ ده عبث كوره، ده عبث كوره يا راجل. واللي يضايقك انك تلاقي لعيب اصلا كان مساك يقول لك ايه ده بيطلع نص الملعب. والله العظيم ده انت كنت بتروح للجون، اللي بينتقده ده كان بيروح لغايه الجون الثاني. ليه؟ هنا الانتقاد مش كوره، الانتقاد على الهوا، الانتقاد مصالح. لما تلاقي واحد لا، وخد بقى بعدها الماتش اللي بعده اللي هو اللي فات، رامي ربيعه راح لنص الملعب مع الفيرود. طب رامي ربيعه ما بيعرفش يدافع ولا لا؟ ده مرضي عنه. احنا هنا برضو مش موضوعيين. لعيب انا بقول لك ده لعيب كبير لو خد فرصه. بص ده لعيب انت كبير. شفت شيكابالا لما ضيع الكرة في السوبر الناس كانت مستنيه تحتفل بيه، اول ما ضيع راح الناس قال لك هو شاط ليه؟ فما فيش معيار. لا هي الحته دي حبرونا وابن حبرونا ده اسلم سفيهون وابن سفيهون. لكن حته ان فعلا هو الراجل بيفكر في مصطفى العش، وان الاهلي فعلا هيعمل صفقه دفاعيه، لان هو مش هيعتمد على خالد فتاح المدافع الرابع، هو ممكن يبقى مدافع اضافي. هو باك انا جايبه كباك يسند مع يمين وشمال. فده كده يوسف ايمن الحقيقه يعني اول واحد اوت، ما صعب جدا يعني، الا لو بقى حصل لا قدر الله الاصابات استمرت فبقى عنده فرصه ثانيه. لكن هو لا، هو اتكلم عنه كويس لكن اذاه جامد بصراحه يعني، وما ادالوش فرص. تمام. طيب نخش بقى القطب الثاني واكبر قلعه رياضيه في مصر برضه. الزمالك برضو يعني من ضمن الناس اللي جمعت 6 نقط في ماتشين بغض النظر المشاكل اللي حصلت في الماتشين. الزمالك الدنيا مش هنغض النظر، احنا هنتكلم عن المشكله، بس هم عدوا بالماتشين دول رغم ان في الماتش الثاني بالذات كمان كان اصابات وغيابات، والاول مره بشوف الزمالك من غير زيزو بيقدر انه يكسب الحقيقه يعني. بس دي علامه بس ايجابيه. الزمالك فوزه كداب اكتر من الاهلي. هو كداب جدا، هو الزمالك ماشي بالبركه حرفيا، بس بركه جوميز مش يعني هو شغل يعني جوميز شغل. ما انا بقول لك ده شغل، عارف انت ايه؟ شغل تشجيع بس، شغل روح، مش كوره يا اخوانا. الحاجات دي تشيلك ماتش 2 بس ما تشيلكش بطوله. ما هو في اعتراف الحاجات دي كبير من الزمالكاويين انه الفرقه دي تشيل ماتشين بطوله ماتشين، لكن بطوله الدوري نفس طويل ما فيش. ما تقدرش ليه؟ ما فيش سكواد وما فيش فريق على ارض الملعب. انا اسف، جوميز هو مدرب اونطجي. ليه؟ ما فيش كوره. ليه؟ لا انا ما بشوفش الزمالك قدم كوره معاه. انت ما تقدرش تقول له انت ما فيش ناصر ماهر، ما فيش زيزو الماتش يا باشا يا باشا فليك مفيش حد بيحرك الكوره. فليك بشويه عيال عندنا في برشلونه عامل فريق نايم اوروبا. عندنا عيال 17 سنه و19 سنه اقسم بالله، مش بنلعب بقى بعشرينات وبثلاثينات يابا. ده احنا عندنا يعني بالنسبه لك ليفاندوفسكي زي ناصر منسي الاسطوره يعني؟ ايه لا بقول كلام في محله. لا يا باشا صلي على النبي. المقارنه دي ما ينفعش. لا هقول لك ده لا تنفع تتقال ايه ده في مكانه زي ده. لا في وسط مكانه. لا لعيبه الزمالك مستواها اعلى من الفرق اللي جنبها. انت ليه لا الزمالك امبارح الزمالك عنده سكواد. انا ما بقولش انه اعظم حاجه وانه محتاج تعديل، لكن سكواد ممتاز يقدر يعمل ايوه ماشي. ما عندك يقدر يعمل شغل. الزمالك عنده ناشئين ممتازين. غيابات احنا بنقول ما عندوش سكواد. تخيل عنده غيابات مؤثره. المدرب ده مشى علي ياسر فيرود مكسر الدنيا. مش هو اللي مشاه يا عم، ده مودرن سبورت اصلا مشاه. هم استغنوا عنه. هم اللي ما طلبوش ليه؟ يعني انت واحد عندك مشكله ممكن ما شافوش يا اخي. بلاش علي ياسر، كوخه علي ياسر بتاع المحله اللي كان بيلعب في المحله اسمه ايه؟ هو ده لسه منزله، اداله فرصه حسام اشرف. منزله في هداف الدوري. ده كان 3 هداف دوري لسه بتديله وهو 3 هداف دوري يا مسلم. ده اول لاعب يلعب. طب ما ناصر منسي جايب جونين يا عم ومغلط ثاني سنين يلعب معاه. هتقول لي ما يلعبش؟ بص هو الزمالك محتاج برضو وقفه، وانا بقول لك محتاج صفقات. ولو انت بتتكلم على ان وانا وجهه نظري الزمالك محتاج جوميز هيلبسهم في للاسف في صفقه ايجاريا ده اسمه ولا ايه؟ ده للاسف يعني صفقه مش عايز اتنبأ له، بس واحد قاعد بقاله كتير فهياخد وقت كبير قوي. مدرب برتغالي صايع او انطجي بيعرف بس ياخد اللقطه ان هو مدرب تعبان مش قد الزمالك. الزمالك محتاج مدرب افضل من كده، مدرب يعمل له منظومه. الزمالك ما عندوش منظومه ومحتاج يكمل. مدرب بيركز في ماتشات معينه زي امام كده بيلعب شويه ويريح شويه، نفس الفكره. مدرب ذكي. هم البرتغاليين صايعين، برتغاليين مدربين صايعين جدا. فده الزمالك احنا نتمنى له التوفيق ان شاء الله، انه يعني يجيب مدرب كويس. من وجهه نظري حقك انت شايف انه مدرب كويس حقك. لا انا شايف ان هو محتاجين صفقات، بس لو صفقات بوجهه نظر جوميز هيلبسوا. ايجاريا ما بيلعبش بقاله سنتين في فريقه واصابات، فانت مش ناقص. وانت عايز لعيب في نص الملعب مكان دونجا اللي انا مش مقتنع تماما ان يلعب 6، والزمالك ما عندوش 6. ايوه فانت قاعد بتلعب بعبد الله السعيد. فعبد الله السعيد الماتش اللي فات بيجر رجله، اللي هو اساسا الراجل كتر خيره ان هو بدنيا شايل نفسه. الله يكون في عونه. شايل نفسه وشايل فرقه في السن ده وبيعمل ده كله. في السن ده يشيل فرقه زي الزمالك، يعني المفروض يشيل فرقه اصغر يعني. لا المفروض هم اللي حواليه اللي يشيلوه وهو يبقى مايسترو ويوزع.
الراجل ما بقاش شايل رجله، فمش هتلومه. شيكابالا طبعا وما فيش الكلام، خلاص الموضوع بقى صعب. فخلاص زيزو وناصر ماهر مش موجودين في الفرقه واقعه تمام. فتيجي تدعم بصفقات، لا ما تبقاش ايجاريه والناس اللي بتتقال عليها هتيجي دي خالص يعني. ماشي، رايك في لقطه الشحات والشيبي؟ حاجه حلوه يعني ما خدتش حقها زي ما المشكله خدت حقها، صح؟ ما دي المشكله بقى، دي هو ده يعني. ده اللي انا قلته في اول الحلقه، قلت لك ايه، احنا بنبروز الوحش. الله ينور عليك، بنعلق قوي نبروز الوحش، بس الحلو بنعمل فيه ايه يعني ما لا كان لما كنا بنقول ان الشحات اعتذر مره، اعتذر كذا مره، ما حدش بيتكلم لا مش مقبول الاعتذار، لا ده عمل كذا، ده قال كذا. طب يا جماعه ده الراجل اعتذر وجابر واتقابلوا صدفه في الحفله وسلموا على بعض، لو تفتكر وتاني مره بيسلموا على بعض. ده من اول المشكله عملوا كده، بس لولا الناس اللي بتشعل. هو في بقى اولاد حلال دخلوا ما سووش، بس الفكره لو تفتكر احنا حتى في المنبوذين قلنا ده، انت ليه ما بتفرحش بالصح؟ انت بتفرح بالغلط بس. في واحد كاتب بوست بيقول لك تفرح بالشمال بس. هل تتفق مع صلح حسين الشحات والشيبي ولا يا اخي ده الصلح تختلف؟ اتفق ليه يا اخي ده الصلح خير يا اخي، مالي ما تصالحوا خلاص يا اخي ده الصلح خير. لا وبعدين الميزه في حسين الشحات انه ما عملش زي ناس تانية، ما كانش بجح، لا ما غلطش، اول يوم وطلع بجح. هو طلع وحتى مع ابراهيم فايق طلع قال لك انا بتوب لربنا من اللي انا عملته. فالراجل مدرك الجرم اللي عمله. انت عندك 3 ربنا بيغفر ده يا اخوانا، 3 ربنا يفك راجعين ما حدش حاسس بالذنب على اي حاجه خالص. لا مين ده؟ احنا الغلطانين، والناس اللي غلطانه ان هي علقت وقالت ان عادي ان انا اضرب راجل وفرحانين باللي عملوه. ايه ده يا جماعه؟ يعني انتوا شايفين انه عادي اضرب راجل كبير قد ابويا تحت اي مبرر عشان نجم، تحت اي مبرر؟ هل ده موجود؟ تقبله على ابوك؟ تقبل ان حد يضرب ابوك عشان اي حاجه ايا كان؟ ان شاء الله لو بيدي ابوك ملايين حتى هتقبل ان يديله على دماغه قدام الاف بل ملايين الناس؟ ده شيء مقبول. والبجاحه انه طلع يقول لك ايه، الناس اللي زودتها والاعلام اللي زودها. يعني مش ان انا الله يعني ما اعملش زي ما كابتن ايمن يونس المحترم طلع عليه، يا جماعه غلطنا نطلع نقول احنا غلط ونعتذر، هي دي الاصول. لكن احنا ماشيين بمبدا، عارف انت ايه اللي قال صلاح جايين قال لك ايه؟ قال لك ويعيش البجح على قفا المكسوف. احنا بقى البجح دلوقتي هو اللي بيتباجح وبيغلط ويتباجح، لكن المحترم او اللي يطلع يقول انا غلطت مش عيب والله ان انا اغلط، واطلع اقول انا اسف انا غلطت. ما هو انا مش مقتنع بقى ان انا غلطان اصلا. وانا واللي ده بقى النجم ده اللي بيقاومني بينزلني اول ماتش جاهز فيه بدنيا ينزلني. ايه ده؟ انا فاكر حسين الشحات لما عمل كده الاهلي عمل له ايه؟ اول حاجه الاهلي خبطوا واحد عقوبه ماليه محترمه 500,000 جنيه في يوم الماتش قبل ما حد يعاقبه. لا خد بالك ده مجلس الاداره اللي رفع 500، هو اللائحه ما كانتش كده، بس مجلس الاداره شايف ان ايه، لا اللي انت عملته غلط وغلط كبير، خد اوجع جيبك في نص مليون جنيه محترمين عشان ايه؟ عشان ما لما تيجي تتكلم عن اللعيبه الصغيره مثلا، انتوا حاجه و20 سنه فانتوا طايشين يا عم. طب الراجل مدير الكوره ده ايه؟ ده راجل كبير. ما هي الفكره في ده هو اللي بيعاقب، ده هو اللي بيطبق اللائحه. يا حبيبي ما انا عارف هغلط وهطلع اقول للناس ايه الاعلام اهلاوي، الاعلام مضطهدنا. يعني اتمنى بصراحه ان يعني في يوم انا غلطان هم الثلاثه يوصلوا لنفس لقطه شيبي والشحات ويحسوا بالغلطه دي، يروحوا يعتذروا للراجل الكبير ده ويروحوا يبوسوا راسه. يعني ده ابو عيال في اي موقف فيطلعوا في برنامج حتى يتكلموا عن الموضوع ده ويعتذروا. عيب تقبل لحد يعمل كده لابوك لاي سبب من الاسباب؟ والله ما فيش عاقل ولا صاحب نخوه وكرامه. كله كان زعلان على فكره ان هم يعني فكره ان هم يتعرضوا للحبس، كله كان زعلان على الموضوع ده. خلاص خلص الموضوع ده وعدينا، بس مش زعلان ورجعوا على لا يا راجل تطبق عليك عقوبه، لازم تتقوم. ولكن انت نفسك يبان منك ان انت غلطان وتقول انا اسف انا غلطت انا تهورت. لا انا استنيت ده كله، حتى ما علقناش، احنا بنعلق دلوقتي عشان ايه؟ احنا لقينا الموضوع محدش قال انا غلط، بل المسؤولين طلعوا ايه يغلطوا، يقول لك الاعلام والجمهور السبب. والله يعني مش قله الادب اللي اتعملت قدام الناس دي كلها وضرب راجل كبير ايا كان السبب، ده راجل قد ابويا اضربه كده قدام ملايين المشاهدين، هل ده مقبول يا جماعه؟ احنا الايه امتى اتقلبت؟ امتى الغلط بقى مش بقول انا غلط، لا ده بيتباجح ما بيقولش انا اسف. والحاجه الصح ما بنبرجوزهاش. ليه ما بطلعش زي ما بهدلت الشحات والشيبي اطلع دلوقتي اقول ايه؟ اتصالحوا ناس محترمه، احنا بنقول الصلح خير الحمد لله ونقوم حاطين الصوره والموضوع كده خلص. انما لما نفرد للقضيه محكمه وحصل، للاسف ده بينطبع في ذهن الشباب. الحاجه اللي تاثر، اللي قاعد زي في شغل الافلام عندنا، قاعد طول الفيلم جايبه بتاع مخدرات وبيعمل كل الموبقات، هوب في الاخر اتاذى، محدش بيفتكر اللي في الاخر وبيفتكر ايه. فتلاقي الشباب بيقلدوا الاسطمبه. تعليق بسيط، في فيلم اسمه شقه بتخرق من جد لما الكلام عليه.
احنا كنا بنتكلم ان الناس بتفضل تغلط طول الفيلم وفي اخر الفيلم بيتعاقبوا، ما شاء الله في اخر الفيلم هم اللي هربوا من جسمه كمان. وبعتوا ما ده الجديد. وبعتوا للبوليس واحد تاني يقبضوا عليه، قال لهم ده مجرم اكبر مننا خدوه. أيوة. فحتى حته العقاب اللي بقت في اخر الافلام ما بقتش موجوده، لغوها يعني. فهي هي اللي حصلت المره دي. هم الثلاثه دلوقتي بيحيوا الجمهور ويسجل هدف ومبسوط بفوز الفريق ومحدش عاقبه، والنهايه بقت حلوه، النهايه سعيده والبدايه سعيده. يا فندم انا مفيش حاجه غلط. انا لقيت المسؤول عني بدل ما يعاقبني ولقيت الكل واقف بيتفرج والعقوبات طالعه زفه. فما علينا، نروح بقى للحاجه الزغلول الكبير للتحكيم، بس ده اخر حاجه ان شاء الله. احنا كان في وقت نتكلم عن التحكيم. طيب هو يعني احنا للاسف اللي بيحصل بقى في منظومه التحكيم يعني احنا اتكلمنا عن مشاكلهم ومعاناتهم وكل الكلام ده، بس احنا بنعاني في منظومه كل اللي فيها مفيش حد نيته للاصلاح. طبعا الاسوأ من فكره ان انت جبت ياسر عبد الرؤوف حكم كبير وراجل محترم على انه يصلح المنظومه، بس المنظومه اللي فوق منه اللي هي جايباه هي اصلا مش بتصلح حاجه، هي اسوأ منه. هو انا جبت كبش فدا جديد ومش عارف اللي جاي ده، انا جبت كبش اللي جايه اللي مكرره اللي بيجيبوها اللي هي استقالت عشان فشل، هييجوا تاني يمسكوا. تمام، دول بقى منتظرين ان هم يصلحوا المنظومه. يا جماعه منظومه ايه اللي هتتصلح؟ احنا بنصلح ايه بالظبط؟ عارف انت لما ايه، هو انا بحط شاي وسكر ومستني تطلع قهوه زي برواز عندنا كده، من ضمن البرويز اتكسر فاحنا بنلزق اللي اتكسر. ايوه فاهم، وفاكرين احنا كده حلينا المشكله. لا، احنا بنحل المشكله بحلقه، لكن هم بقى يحلوا مشكله الدوري طول الموسم يحلوها ازاي؟ بفكره ان انا اجيب واحد يمسك التحكيم والبسه هو المشكله. ايوه ولما بجيب اجنبي بقى ايه بقى عشان اقول خلاص هو اللي هيشيل الشيله، ما بساعدوش. كلاتنبرج الراجل عمل حاجه ما اتعملتش عندنا قبل كده، كان بيطلع بقى، مش انت بتقول تسريب الفور، هو كان بيجيب كل الحالات الجدليه ويطلع يحللها لك عادي. هو سيد حفيظ بيقول لك عادي. ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل، خد بالك، هو عادي، ده بيحفز المحكام ان هم يبقوا مركزين اكتر، وفي نفس الوقت اللي هيعمل حاجه حلوه هياخد سكسي كبير، واللي هيعمل حاجه غلط هيتبهدل، فهيفوق هيركز. لكن انا دلوقتي يا باشا انا بالنسبه لي ده مظنه فساد، ان انت مش عايز تظهر تاني، وان انت لغيت الفقره دي، انت عايز فساد، انت مش عايز تصلح. انت مش عايز تصلح. المفروض دي قاعده تبقى معموله ايا كان رئيس لجنه التحكيم، الحالات الجدليه يطلع كل اسبوع يجيبها ويجيب لي تفريغ الفار زي ما العالم بيعمل. انا هبروز في حته التحكيم دي، هبروز الجمله بتاعت اسماعيل يوسف بصراحه. احلى جمله عجبتني. انت مش محتاج خبير تحكيم، انت محتاج 3. انت محتاج واحد اداري يدير التحكيم، ومحتاج واحد للشغل بتاع الفار، ومحتاج واحد للتحكيم بقى للحكام. 3 كانك جايب جهاز فني للجنه التحكيم للحكام تشتغل معاهم تدريب وتمرين. فيريرا طلب مساعد ليه ما اترفض. فيريرا مين؟ فيريرا اللي فات. انا على عكس الكل، بس هو كان يعني لا بص، انا على عكس الكل، الراجل ده عمل حاجات مهمه جدا، بس ما كانش له شخصيه، ما كانش قادر يتكلم. يعني كلاتنبرج كان قادر يفرض وجوده لحد ما هاجموه. ماشي ايوه، لكن ده ما قدرش. بس الفكره عمل. انت كام حكم جديد دخلوا بيحكموا بهم كام سنه من ساعه ما الراجل ده جه؟ في كذا حكم. انت حماد القلاوي ده شفته قبل كده على بريرا يعني؟ أيوه لا، هو بريرا كان مقعد كتير ناس بس اتحارب في القصه. تمام، حلو. ده واحد. 2 هو ملقاش حد يسنده. ده واحد. 2 الحكام يا جماعه زي لعيب الكوره، هي بقى عشان كده بقول موفق، وارد مش كل حاجه ضمير ومش كل حاجه خيانه، عشان برضو في ناس بتستطفي الميه العكره ويقول لك ايه ده عشان الاهلي ده عشان الزمالك. لا عادي، ممكن يبقى زي لعيب الكوره. مش كده انا ماسك في جمله يعني. انت شفت الجول الثاني بتاع الزمالك في سموحه؟ الحكم ما حطش خطوط الفار لان هو شايف ان دي كره ضربه ركنيه، فايه اللي هيجيب فيها اوفسايد؟ فاهم؟ الخيال ده خيال مشجع، ما ينفعش يبقى خيال حكم. انا لازم اراجع كل لعبه، فاهم؟ فلا عجباني جدا جمله اسماعيل يوسف، ولازم نقفل بيها بصراحه. لازم جهاز فني، لازم انت جايب خبراء يعدلوا الناس دول، يخلوهم اصلا حكام تقال، ويطلع حكام جديده، ويأهل الناس تبقى عندها استعداد. وكمل على اللي اتبنى. بريرا بنى جزء، ما تدمروهوش يا اخوانا، كملوا عليه ودعموا الحكام يا جماعه بشر زيهم زي لعيبه الكوره. في لعيب كوره بيبقى موفق او مش موفق، لعيب كوره مع الماتشات بيجيب كذلك كده. ادعم الحكام، وقف جنبهم. وقول لنا رايك برضو، قول لنا رايكم في حته الحكام اللي احنا بنقوله ده هو الحل، ولا في حلول تانية احسن؟ يعني وجهه نظركم مين احسن لاعب برضو، احسن مدرب، احسن فريق في اول وتاني جوله، صح كده؟ ان شاء الله. اقول لهم حاجه؟ ما تنسوش الشير والسبسكرايب واللايك عشان برضو واللايك. ايوه، او كومنتات. وكومنتات. اشوفكم على خير في حلقه جديده. سلام.